للغاية، والضحايا بالعشرات. داود، سنعود إليك طبعا لدى كل جديد، ويبدو أن الجديد متوالي من ميدان التحرير. سيد صفوت الزيات، أيضا مرة جديدة تعليقك على استمرار إطلاق الرصاص بهذا الشكل وسقوط القتلى والجرحى. أنت أمام خطة فشلت، ويحاولوا في الساعات الأخيرة قبل الصباح، قبل وصول الجماهير المحتشدة التي ستملأ الميدان وحول الميدان ويكون الأمر قد حسم. هم يسعون الآن إلى إنجاز ما على الأرض. هناك مؤسسة ما، هناك خطة ما، هناك مسؤولين ما قاموا بهذا التخطيط، ويريدون الآن بعد ربما أن تم القبض على عشرات وبالمئات وبدأ حجم المؤامرة يتضح. يريدون في هذه الساعتين قبل أن يبزغ الفجر أن ينهوا مهمة ما أو ينجزوا شيئا ما، فوصلوا إلى أخطر مناطق يعني مراحل الخطة، وهي عمليات القنص. كان هناك حديث منذ أيام على أن هناك تخطيط لعمليات قنص، وكان هناك حتى حديث في المحطات الفضائية الأجنبية، واستبعدنا جميعا هذا الأمر. لا يمكن أن هذا الأمر يجري في دولة محترمة، ولكن يبدو أن هناك مجموعة من القناصة تتواجد، وممكن من استخدام النيران العلوية بمعنى النيران إلى أعلى، بعضها سيتجه إلى بعض الرؤوس، وهي في كل الأمور عملية تسمى ما يسمى الصدمة والرعب، بمعنى أنه يتم قتل البعض، يتم زيادة كثافة النيران في فترة، يتم خلق حالة من الذعر. سيد صفوت يعني أكثر من مفتاح في كلامك من المهم أن نتوقف عنده. عندما ذكرت أولا أن ثمة من دفع الجيش إلى إصدار هذا البيان، ثم تقول إن هناك مؤامرة وإن شيئا ما سيحصل هذا الصباح. ماذا تقصد بهذه الإيحاءات؟ يعني أنا أقصد أننا أمام خطة تم تدبيرها على مستوى متكامل من مجموعة مسؤولين، وليس فرد واحد، وليس حديث عن رجال أعمال، وليس هذه خطة متكاملة وضعت، بدأت منذ ليلة أول أمس عندما شاركنا على انتهاء يوم المظاهرات المليونية، وأصدر الجيش بيانه بشكر المواطنين على حسن تعاونهم وترتيبه الكامل بما جرى على مدار اليوم. كون الجيش أصدر هذا البيان، هذا يعني ضمنيا أن هناك ربما يعني من أوحى للجيش أن ربما المسألة السياسية في طريقها الحل، لأن خطاب الرئيس بعد ساعات قليلة صباح أمس، وعندما بدأ حالات الرفض تتزايد لخطاب الرئيس، خرج الجيش ليعلن إخلاء البيان ويطلب منهم العودة للحياة الطبيعية ولمصر الحرة ومصر المستقبل وتوحد الجيش والشعب. الكلام جيد، لكن في وسط بيانه الجيش قال نصا أنه يتحدث بهذا ليس من منطق القوة. يعني يبدو في البيان أيضا أنه دفع له، لكن في نفس الوقت هو بيصر ضمنيا في البيان على أنه لا يتحدث من منطق القوة، بين قوسين أنني لن أستخدم العنف. هذا كان أقصى ما يستطيع أن يفعله الجيش في هذه الفترة. وخلال بعد صدور البيان وأثناءه أن تفتح ثغرة للقادمين من قصر النيل، أن تفتح ثغرة للقادمين من ميدان عبد المنعم رياض، أن يحدث دخول هؤلاء الأفراد تعمدا، مع أن هناك حال من انضباط في باقي المداخل، وأن يتحدث المتظاهرون المجاورين للآليات المدرعة أن الجميع مترابط، وأن الحالة النفسية والحالة الجاهزية لكل الوحدات الميدانية المنتشرة في ميدان التحرير هي حالة منضبطة وحالة هادئة. إذا نحن أمام حراك ثاني. بدأ القذف وبدأ الضرب وبدأت المذبحة تدور، وبدأ الفرد العادي سواء المشاهد على الفضائيات أو حتى اللي في داخل الميدان يتساءل. الجيش يتواجد
وأصدر بيان منذ قليل بإخلاء الميدان، والآن يتم هذا العمل. لابد لأي ربما يعني مشاهد أو لأي فرد يعني لا يتمتع بقدر كبير من الخلفية عن المؤسسة العسكرية المصرية نعم. أن ثمة تآمر ما. يعني كأنك تقول بأن المؤسسة العسكرية قد ضللت من قبل من، ولماذا تضلل؟ ونحن نشاهد هنا قنابل مسيلة للدموع على ما يبدو، أو قنابل دخانية قد يكون هدفها أيضا التضليل، لا ندري. لكن من الذي ضلل المؤسسة العسكرية سيد صفوت الزيات، وبأي هدف، وكيف يمكن أن ترد؟ يعني هذا التفضيل عندما يعني ناخذ سياق الامور كاملا الى ان كان الحديث من احد اركان النظام او احد مفكري ومنظري النظام ان ما حدث عندما بدات البيانات الامريكيه والاوروبيه تستند بسياق وقف العنف ومحاسبه المسؤولين، بدا يبدو ان هناك من اركان النظام من استشعر بتهاوي المرحلة الأخيرة لديهم أو الخطة الأخيرة لديهم، فبدأ الحديث جهارا منهم من مسؤولين على قناة الجزيرة. يعني كان السيد مصطفى الفتي على سبيل المثال تحدث على أن المسؤول عن هذا وزير الداخلية، وأنه يعرفه وصديقه، وأن له طبيعة تتوافق أو تتساوى مع طبيعة السيد زكي بدر وزير الداخلية الأسبق الذي كان مشهورا بحدته في التعامل مع المدنيين. بدأ الحديث من الولايات المتحدة، مسؤول أمريكي يقول أن أحد المقربين من الرئيس المصري هو الذي أصدر الأوامر لقواته لترويع المتظاهرين. أنت الآن أمام تسلسل في أحداث متتالية.